أنت ليه بتكره بلدك؟ أنت كشخص مصري ليه بتكره بلدك؟ أنا متأكد إنك ما عندكش سبب، هذا السبب يؤكد إنك بتكره بلدك. أنت ما عندكش سبب، لأ، أنت بتكره بلدك علشان أنت سمعت فيديو لفلان ابن فلان. الفيديو ده الشخص قال لك كلام، الكلام ده أنت أخدته من خلال هذا الكلام أنت كرهت بلدك. عرفت أنت ليه بتكره بلدك؟ أنت بتكره بلدك علشان أنت بتسمع فيديوهات لناس، الناس دول عاوزين يدمروك، الناس دول عاوزين يدمروا بلدك، الناس دول عاوزين يكرهوك في بلدك. والله 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 بلدك اللي هي مصر من أفضل وأحسن الدول العربية والأفريقية. بص على الدول العربية، بص على الدول الأفريقية، هل عندهم أمن؟ هل عندهم أمان؟ هل عندهم استقرار؟ في إنك عايش في أمن وأمان واستقرار. أنت تعرف إن الأمن والأمان والاستقرار من أعظم النعم ومن أعظم الأرزاق. أنت تعرف كده؟ فأنت ليه بتكره بلدك؟ أنا بشوف منشورات لأطفال، مش هقولك لشباب، لأ لأطفال عمرهم 13 سنة و14 سنة، مضمون هذه المنشورات إن إحنا عاوزين نخلّصوا تعليم علشان نسافروا، عاوزين نسيبوا مصر. طب أنت عايز ليه تسيب بلدك؟ أنت ليه عاوز تسيب مصر؟ ليه؟ ليه؟ مصر عملت لك إيه علشان تسيبها؟ أنا متأكد إنك ما عندكش إجابة، والله أنت ما عندك إجابة. أنت عاوز تسيب مصر علشان غيرك سابها، أنت بتكره مصر علشان غيرك بيكرهها بس. طب فين رأيك؟ طب فين وجهة نظرك؟ أنت لا عندك رأي ولا عندك وجهة نظر، أنت بتتبع أشخاص فشلة. أنت بتتبع أشخاص غرضهم الأول والوحيد إن هم يدمروا بلدك بس. كل اللي أنت بتشوفه بيتكلم على بلدك، بيتكلم عن مصر بطريقة وحشة، بأسلوب مش كويس. تأكد 100% إن الشخص ده عاوز يكرهك في بلدك. تأكد إن الشخص ده عاوزك تسيب بلدك. الشباب دلوقتي عاوزين يخلصوا تعليم، يطلعوا على طول يلاقوا شغل، حتى مش عاوزين كمان يروحوا الجيش، كارهين حاجة اسمها الجيش. وبعد ما يلاقوا شغل عاوزين يقبضوا كحد أدنى 20,000 جنيه. الشاب عاوز من أول سنة شغل، أول يوم اشتغل فيه يبقى معاه عربية. الشاب لو عليه يفضل إن هو قاعد في البيت وما يشتغلش وعاوز الحكومة تصرف عليه، عاوز بلده تصرف عليه. طب هل أنت شايف ده صح؟ أنت كشخص عاقل، شخص بالغ، شخص ناضج، هل أنت شايف إن ده صح؟ عشان تبقى شخص ناجح لازم تاخد الأمور ببساطة. لو أنت بتقبض 2000 جنيه، 2000 جنيه، لو بتقبض حتى 1000 جنيه، عيش على قد مرتبك. مرة، في التانية، في التالتة ربنا هيكرمك إن شاء الله توصل ل5000، 6000، 7000 بإذن الله. في يوم من الأيام هتحصل على المرتب اللي أنت كان نفسك من زمان إنك تحصل عليه. يا ابني هي دي الحياة، هي دي الحياة. الحياة صعبة، الحياة صعبة، فما ينفعش وعيب عليك تكره بلدك. أنت عارف إن الحياة صعبة. طب أنت ليه بتكره بلدك وأنت عارف إن الحياة صعبة؟ ما ينفعش إنك تكره بلدك. بلدك بمثابة والدتك. هل ينفع تكره والدتك؟ هل ينفع تكره والدتك؟ ما ينفعش. فعيب عليك، خليك إنسان راجل. بلاش تخلي شوية ناس مالهمش لازمة، سفهاء فشلة، يكرهوك في بلدك. أنت قلت لنفسك أنا لازم أصبر، لازم أصبر، لازم أهدى، لازم آخد الأمور ببساطة. عادي لو بدأت شغل ب2000 جنيه، عادي. بإذن الواحد الأحد هطور من نفسي وهوصل ل3000، هطور أكتر هوصل ل4000 لغاية ما أوصل للرقم اللي أنا عاوزه. خدها ببساطة. لو أنت كده أخدت الأمور ببساطة، والله العظيم هتعيش أحسن حياة، هتعيش الحياة اللي أنت من زمان كان نفسك تعيشها. ففوق، وخليك إنسان عاقل، وما تخليش حد يكرهك في بلدك. وخليك فاكر أنت حتى برضه لو سافرت بره، والله العظيم والله العظيم والله العظيم هتقول يا ريتني ما سافرت بره. من النادر تلاقي شخص مصري سافر بره مرتاح، من النادر. انت لو عندك 20 شخص مثلا سافر بره، بالكتير بالكتير واحد منهم مرتاح، واحد منهم مرتاح. ففوق، وخليك إنسان عاقل. وعيب عليك لما تكره بلدك، عيب عليك لما تكره بلدك. ما ينفعش تكره بلدك. أنا زي ما قلت لك أنت بتكره بلدك علشان أنت بتسمع لناس، أنت بتسمع فيديوهات، الفيديوهات دي غرضها الأول والوحيد إن هم عاوزينك تكره بلدك بس. بس هم مش عاوزين غير كده. هم عاوزينك بالرغم إن هم مصريين، بس برضه هم علشان شغالين تبع ناس غرضهم الأول والوحيد إن هم يكرهوك في بلدك، فعلشان كده هم بيعملوا لك فيديوهات. هذه الفيديوهات من خلالها عاوزين يحطموك، عاوزين يكرهوك في بلدك، عاوزينك تنشر الفساد في بلدك. والله بلدك ما تنكره، والله بلدك ما تنكره. فخذ الأمور ببساطة
واصعد سلِّمة، سلِّمة، وبإذن الله هتعيش الحياة اللي أنت عاوزها، فاوعى تكره بلدك.